السلام عليكم، مرحبا بكم في صفحتي المتواضعة، صفحة ملكة الطبخ. اليوم نحضره مع بعض بوراك بالسلق والفرماج. مقادير بسيطة وسهل في التحضير تاعو ويجي بزاف بنين كما كنتوا تشوفوا، ويجي الله يبارك مجمر. تفضلوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبدأ بسم الله. هنا عندي 2 ربطات سلق، نتوما ديروا الكمية اللي تحبوها. كي تخيروا السلق دائما خيروا هذا اللي يجي الغصان تاعو فيولي، هذا يجي بزاف بنين وينوض وحده، والغصان تاعو يجيو طرايه. نقطعوا الرقيق كما راكم تشوفوا. الغصان لازم نقطعهم رقيق باش يطيبوا بالخف، هما اصلا طرايه. هذا الفيولي اللي قلت لكم عليه. بعد ما قطعتو شللته وقطرته، ندير المقله تسخن فوق النار. بعد ما سخنت ندير السلق يذبال، ندير بشويه كي يذبال نزيد عليه، نغطيه باش يعرق ويذوب. بعد ما ذبل كملت الكميه اللي قعدت لي. ماشي لازم نحركوه، نغطيوه ونخليوه يذبل. بعد ما ذبل كيما راكم تشوفوا فيه وتلقى كاع الماء تاعو، نحيه وفي نفس المقله ندير شويه تاع الزيت وخليها تسخن. ندير عليها 2 حبات بصل ونذبلها مليح، نغطيها باش تعرق. بعد ما ذبال البصل ندير السلق اللي كنت ذوبته ونزيد الزيتون الخضر ونحركهم مليح. شوف الفلفل الكحل والملح حسب الذوق، عينكم ميزانكم. لاخاطش الفرماج راح نديرو من بعد مالح، راني درت الملح ونكمل نخلط مليح ونخليه ينشف حتى يروح كاع الماء اللي فيه وبلا ما نغطيه باش الماء يتبخر. عندي 2 حبات بيض، نتوما ديروا الكميه اللي حبيتوها على حسب كميه تاع السلق. بعد ما نشوف السلق كاع من الماء اللي فيه، ندير عليه البيض ونقعد نحرك حتى ينشف. بعد ما نشف نحيه من النار، نديرو في حاجه تكون واسعه وندير له الفرماج ديروا الكميه اللي حبيتوها. انا درت شويه، نخلط حتى يذوب. السلق راهو سخون دوك بالخف يذوب لكم. نزيد شويه ونكمل نخلط مليح. نخلي السلق حتى يبرد، نبدا نشكل فيه. بعد ما السلق برد وعندي شويه تاع الفارينه اللي حنلصق بيها، نبدا نشكل في البوراك. لا فاصل الداخل ديروا كميه اللي حبيتوها، تكثروا ولا تقلوا كما حبيتوا، ونطويه عادي كما الطريقه اللي نعتمدوا عليها دائما. نطويه ونلصقو بشويه تاع الفارينه. ما نكثرش بزاف، غير شويه قسم ما يلصق برك. ونكمل نشكلو كامل كما الطريقه اللي موالفين تشوفوها. بعد ما شكلته ندير المقله تسخن ونجيب الكسكاس باش نديرو يقطر كي نقليه. نقعد ندورو باش يطيب كامل على حبه. بعد ما نحيته قطرته، انا مش حنقليه كامل، هذه الكميه راح نحتفظ بيها. البوراك راهو واجد كما راكم تشوفوا فيه، طيبته راه يبقى جا مجمر وجا معمر بالفرماج لداخل، وراح يجيكم بزاف بنين. هذه هي وصفتنا النهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم، ونتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.